الحدث العالمي هنا في الدوحة ينطلق بعد لحظات بمباراة الافتتاح الإكوادور وقطر. الحلم يصبح حقيقة، حلم كل بنت يصبح حقيقة، حلم الطفولة حقيقة، حلم الشباب حقيقة، حلم الشيخ حقيقة. في لحظات ينطلق الواقع وكأس العالم 2022 رسميا على ملاعب قطر هنا بالأراضي العربية. إذا مباراة الافتتاح في كأس العالم النسخة رقم 22 قطر والإكوادور في لحظات هنا في استاد البيت هنا في مدينة الخور في شمال البلد. ينطلق اللقاء المونديال الأول في تاريخ العنابي. القطري يلتقي الإكوادور المعروف بالتري أو لا تريكولور في مباراة افتتاحية المجموعة الأولى اللي تضم أيضا الكبير الهولندي والخطيرة الواحدة. هنا كرة خطيرة ملعوبة أولى وخطيرة والهدف الأول 1-0 لفالنسيا. فالنسيا يفتح سجل التهديف هنا في قطر 2022 في مرمى العنابي من أول كرة. 1-0 وسط فرحة الإكوادور، وسط فرحة الأنصار. حاليا مع البداية يسجل ريكورد رقم قياسي في تاريخ كأس العالم يا السادة. هذا 0 ولكن مع تنبيه أول خطورة كانت الإكوادور. ترجع الكرة لمنتخب قطر 1-2 خطيرة من فالنسيا محطة والتحذير بالقطر بالأرض والجمهور بالإمكانيات والتجارب للإكوادور في الشكل الهجومي. خطير التحذير الزاوية والركنية تمشي للإكوادور. ضربة راس من الدفاع متفطن على القائم الأول الدفاع القطري. المواجهة الآسيوية البطولة فالنسيا من جديد. فالنسيا ضربة جزاء، ضربة جزاء للفريق الإكوادوري. عرقلة من سعد الشيب ودانييل أورساتو يوجه بطاقة صفراء للحارس سعد في الكرة. يتقدم فالنسيا والهدف الأول في المونديال. نفس اللقطة من فالنسيا لمرات وكتب له أن يكون صاحب هدف الافتتاح في كأس العالم في قطر. نعم ألغي له هدف بسبب التسلل وحكم الفار، ولكن يرجع بعد 10 لعل تكون بذكريات 50 عام. خطيرة جدا للإكوادور، خطيرة جدا للإكوادور، فرصة كبيرة للإكوادور وكرة فيها تسلل، فيها تسلل وإن شاء الله لباس للاعب منتخب الإكوادور وللحارس القطري سعد الشيب. خطير 5 ل10 دقائق القادمة بدون قبول الهدف الثاني. يربحوا ماتشين من 3 في المجموعات وهناك 4 أو 5 فرق عربية. كرواتيا، تونس ضد الدنمارك، السعودية ضد الأرجنتين. خوخي بوعلام عالميا. كتام كرة طويلة من راوي ما زالت فما رابط البدايه لكن بسرعه لازم يدخل في الماتش. خطيره العرضيه والدفاع موجود والتماس للاكوادور. عبد الكريم حسن جروب أولترا هنا يساند المنتخب القطري وهذا أولترا عربي على فكره موحد بين المنتخبات المشاركه ومن رانجا. ايام 20 سنه مرت. كره طويله ضربه راس والهدف الثاني من فالنسيا. ما اخترت يا فالنسيا لعيب هو شعار البطولة. كنت أتمنى أن أقول على عفيف أو المعز علي، ولكن اللعيب هو فالنسيا. يا ابن اللعيب يا فالنسيا بالراس. يتأخر الراوي والدفاع في الضغط ويضرب بالراس الخطير فالنسيا المخضرم من القارة اللاتينية من الكوميبول. كرات ياخذوا في كل كرات خطيرة جدا، خطيرة وملعوبة وفاهم الجو أنه إذا منتخب قطر مدجج بالأنصار وفي أرضه إذا يتأخر الهدف الافتتاحي في 20 دقيقة المنتخب الأول. تمشي كرة ملعوبة طويلة هو الحارس سعد خطيرة جدا من الأطراف. فالنسيا يلعب الهاتريك والدفاع مرمى الإكوادور طيلة هذه الدقائق في محاولة وفي خيف. أكرموا الجول أكرموا الدفاع. اطلع من دوري المجموعات فقط جنوب أفريقيا 2010 أكثر من هكا وتفوقوا تقريبا في الكرات العالية الكل. ممتازة، كرة ممتازة جدا بعيدة. الكرة باش تلعب 1-2. عبد الكريم حسن وإيجاد الثغرة 2-1 وكوب ثاني. نرجع كرة قطرية والإمكانية عن طريق الهيدوس وبالراس ضاعت الكرة على المعز علي.
قطع النظر من التسلل من عدمه. أول محاولة قطرية ممتازة جدا. قوة المنتخب الإكوادور 8 مرات خسروا أول ماتش في المونديال، 3 المتبع في وسط الميدان. كرة ترجع للمنتخب. شوف لي دويل الثنائيات كلها إكوادورية تقريبا. منتخب العنابي أداء أفضل. هو الجولد كاب والكوبا أمريكا، هو كأس آسيا. ترجع الطرف الأيسر الآن، كرة خطيرة والدفاع يتصدى عن طريق بوعلام. في 20 سنة الأخيرة المحاولة خطيرة والثلاثية قريبة. هو الكرة في الأخير تختار البعد وتختار الهجر لمرمى سعد الشيب. خطير والكرة قريبة والثلاثية فسخها سعد الشيب بامتياز. برافو سعد. سعد يفسخ ثلاثية الإكوادور. تعبت الظروف وتعبت الظروف. تبقى الكرة لمحاولة استعادتها في فاول على عبد العزيز حاتم. كرة طويلة وسهلة للحارس لي بعد 86 بالراس ممتازة، والخطورة ترجع على مرمى جاليندر. هجوميا قطر تقدر، هجوميا ممكن تقدر. الحل الآن العنابي في الشوط الثاني انه يطول كرة باش يتفادى قوة وسط ميدان الإكوادور. عبد الكريم حسن، عبد الكريم العرضية هذه ممكن للانتصار والظهور الأول مميز. خوف برشا منتخب قطر تغيب، فبالتالي كان مفروض تغييرات من بداية نبي. كرة تمشي خطيرة والراسية رجعت نبي عن طريق وعد. شوت عفيف، يشوت عفيف والكرة براوت من 5 متر وخلاص. يمشي في السليم، يحط الكرة يراوذها له، والثالث ولا اوفسايد تسلل. لكن طريقة إرجاع الكرة من الدفاع. حطي الجزر في الخلاط وارتاحي من مشكلة الفطار. وصفة تحفة ومغذية للولاد. عندنا هنا 2 بيضة، هضيف عليهم كوباية وربع من السكر، ممكن تقلليها مفيش مشكلة، وهضيف كمان كوباية الا ربع من الزيت. كل ده في الخلاط، في شفشق الخلاط كده او بالمضرب اليدوي. احط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، و200 جرام من الجزر المبشور، او يعني كده جزرتين مبشورين متوسطين. هفرمهم كويس جدا في الخلاط لحد ما يبقوا ناعمين جدا. هجيب بقى كوباية ونص من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. هنزل على الخليط الجاف ده او المواد الجافة بالخليط السائل اللي في الخلاط، وهقلبهم في اتجاه واحد، وده كده القوام المظبوط بتاعي. طبعا بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، محقق درجة الحرارة وسخن من قبلها. بكون مجهزة كمان صينية فيها ورقة زبدة مقاس 24 او 22، بدخلها في الرف الوسطاني، بتاخد 25 دقيقة او 20 دقيقة، يعني ما تفتحيش الفرن قبل تلت ساعة. وبعد ما تخرج بقى ادهنها شوية مربى او عسل كده، واحط